في حاجة مرعبة أكتر من إنك تكون بتعدي كل يوم مواقف صعبة ومحدش حاسس ولا حتى أنت. تخيل تكون إنسان قوي نفسيا، بتواجه وبتقوم وبتكمل وإنت مش عارف إنك في الحقيقة بطل صامت. النهاردة 7 حلقات الباب على نفسك، وهقولك على 5 علامات لو لقيتهم فيك إنت مش بس قوي، إنت جبل. الأولى، لما الحزن ما يكسركش. حتى لو وجعك الناس دايما بتفتكر إن القوة معناها ما تحسش، بس دي أكبر كذبة ممكن تسمعها. القوة الحقيقية هي إنك تحس وتحزن وتتعب وتقوم. أيوة، تقوم. لو حصل موقف كسرك وانعزلت وسكت شوية، بس بعد كده رجعت تمشي، تاكل، تشتغل وتضحك، حتى لو كانت ضحكة مصطنعة، فأنت قوي أكتر مما تتخيل. القوي مش اللي ما يقعش، القوي هو اللي يقع ويقوم ويكمل من غير ما يطلب من حد يساعده ومن غير ما يعمل دراما. اسأل نفسك، كم مرة كنت على وشك الانهيار وما حصلش؟ كم مرة فضلت ساكت بس جواك صراخ؟ السكوت ده صراخ القويين. الثانية، لما تقول لأ وانت عارف انك هتزعل ناس. لأ، كلمة صغيرة بس مرعبة. الناس بتخاف تقولها علشان خايفين يخسروا حب أو قبول أو علاقة. لكن انت لما وصلت لمرحلة بتقول فيها لأ، مش هقدر أكمل العلاقة دي. لأ، دي حدودي ومش هسمح تتعدى. لأ، مش من حقي أضحي بنفسي كل مرة. فأنت أقوى مما كنت تتصور. الناس بتفتكر اللي بيقول لأ ده قاسي، بس الحقيقة اللي بيقول لأ هو اللي تعب كفاية وسكت كفاية لحد ما فهم إن إرضاء الجميع بيجي على حساب راحة النفس. القوة مش في إنك ترضيه، القوة في إنك تحمي نفسك حتى لو الناس ما فهمتش. الثالث، لما تبدأ من الصفر وإنت بتنزف. في ناس بتبدأ من أول وجديد وهم في عز الراحة، وفي ناس بتبدأ من الصفر وهم لسه خارجين من صدمة، خسارة، طعنة أو خيانة. أنت مين فيهم؟ لو كنت من النوع التاني، لو قومت نفسك بعد ما كنت حاسس إنك خلاص انتهيت، لو قلت هبدأ من تاني حتى لو الدنيا كلها ضدي، فأنت مش بس قوي، أنت معدن نادر. القوة مش إنك تبدأ، القوة إنك تبدأ وإنت مكسور. القوة إنك تمشي وإنت شايل جراحك وما بتقولش لحد. الرابع، لما تتعامل مع الناس بس ما تبقاش محتاجهم. مش معنى إنك بتتكلم مع الناس إنك محتاجهم. في ناس بيعرفوا يكونوا اجتماعيين، يساعدوا، يسمعوا، يضحكوا، بس من جواهم مستقلين تماما. لو كنت بتعرف تكون لوحدك من غير ما تنهار، لو كنت بتعرف تحب من غير ما تتعلق مرضيا، لو كنت بتعرف تسامح من غير ما ترجع اللي أذاك، فأنت بني آدم ناضج نفسيا. القوة مش إنك ما تحبش الناس، القوة إنك تحبهم من غير ما تربط مصيرك بيهم. الخامسة، لما تبطل تسأل هو أنا كفاية؟ عارف اللحظة اللي تبطل فيها تدور على تأكيد من الناس؟ اللحظة اللي متبقاش محتاج فيها حد يقولك أنت حلو أو شاطر أو فاهم. دي اللحظة اللي أنت فيها بتوصل لقمة قوتك النفسية. لما تبدأ تقول لنفسك أنا عارف أنا مين، أنا عارف قيمتي حتى لو محدش شافها، أنا مش محتاج حد يصدق فيا، أنا مصدق في نفسي. اللحظة دي لحظة تحول. القوة مش إنك تسمع تصفيق، القوة إنك تكمل من غيره. السادس، لما الناس يفتكروك عادي بس أنت جواك معركة. في ناس شايفاك إنك عادي بس هم مش عارفين أنت بتحارب إيه كل يوم. بتصحى الصبح ولسه في ألم في قلبك، بس بتلبس وتخرج، بتضحك في الشغل وأنت جواك خناقة، بتمثل إن كل شيء تمام علشان ما تتسألش كتير. اللي بيعدي في صمت هو الأجمد، واللي بيشيل همومه لوحده هو الأقدر. كل مرة كنت بتكمل يومك وانت بتقول لنفسك ما ينفعش أستسلم، دي لحظة من لحظات القوة النفسية اللي لازم تفتخر بيها. السابع، لما تحس إنك مختلف بس مش بتحاول تتغير علشان تناسبهم. انت مش لازم تبقى نسخة من الناس علشان تتقبل، وانت مش مضطر تغير نفسك علشان تبقى مريح ليهم. لو كنت بتفكر بطريقة مختلفة، بتحس بعمق، بتحلل كل حاجة، ولو الناس قالت لك ليه معقد الأمور بس انت فضلت على حقيقتك، فانت قوي جدا. القوي مش اللي بيندمج بسرعة، القوي هو اللي يحتفظ بروحه حتى لو العالم كله بيجري في اتجاه تاني. 8، لما تبص للماضي وتتعلم بدل ما تتحطم فيه. ناس كل ما يفتكروا الماضي بيتكسروا، وفي ناس بيبصوا له كأنه مدرسة. لو كنت مريت بتجربة صعبة، خيانة، انهيار، فشل أو ألم، وخرجت منها مش بس سليم لكن فاهم أكتر، أعمق، أذكى، فأنت شخص بني من طوب الألم وحوله لحكمة.
القوي مش اللي ماضيه نظيف، القوي هو اللي ماضيه مليان جراح بس اتعلم منها. التاسع، لما تكون الظهر لناس كتير ومحدش ظهرك في كل مجموعة، دايما فيه الشخص اللي الكل بيتكل عليه، اللي بيسمع ويدعم ويفضل غيره على نفسه. بس المشكلة إنه نادرا ما يلاقي اللي يعمله كده. لو أنت الشخص اللي الناس بتجيله لما تتعب بس عمرك ما لقيت حد ترمي عليه همك، فأنت قوي أكتر مما تتخيل. القوة مش بس في تحملك ليك، القوة إنك تتحمل الكل من غير ما تنهار. العاشرة، لما تفهم إن السلام الداخلي أهم من كل حاجة في لحظة معينة، بتقف وتقول أنا مش عاوز ضوضاء ولا دراما ولا صراعات، أنا عاوز أعيش مرتاح حتى لو لوحدي. لو وصلت للمرحلة دي فأنت وصلت لقمة النضج. السلام النفسي أغلى من الحب، من الصداقة، من العلاقات. لو فضلت تبعد عن أي حد بيستهلكك نفسيا فأنت بتختار نفسك، ودي قمة القوة. لو وصلت هنا فاسمح لي أقول لك أنت شخص مش عادي، أنت أقوى بكتير مما كنت فاكر. أنت بطل صامت، نجا من حاجات محدش يعرفها، وقام من مواقف كانت تكسر أي حد. ويمكن محدش شاف ده فيك، بس أنا شفته وشايفك. شارك الفيديو مع اللي محتاج يسمعه، واكتب لي في التعليقات إيه أكتر علامة حسيت إنها بتوصفك. متنساش اللايك والاشتراك، لأن اللي جاي هيغير نظرتك لنفسك بالكامل.